تحديثات جديدة في الواتساب الجزء الثالث. دلوقتي واتساب بدأ فعليا في طرح ميزة قنوات على الواتساب، وبما معناه انك دلوقتي يقدر يكون عندك قناة على الواتساب زي اللي كانت موجودة على التليجرام، تنشر منها اللي انت عاوزه مع الحفاظ على خصوصية رقمك، محدش يقدر يعرفه، ولا انت كمشترك في القنوات دي حد يقدر يوصل لرقمك او حتى يعرفه. الاهم من كده ان انا عندي قناة على الواتساب، لازم تتابعني عشان انا بنزل فيها حاجات كتير هتهمك 100%. ولو انت عاوز تعمل انشاء لقناة واتساب تعال اقولك ازاي. لما تفتح ركن المستجدات عندك علامة زائد، اضغط عليها، هتختار انشاء قناة، وبمنتهى السهولة تختار اسم القناة وتقدر تكتب الوصف بتاعها، وكمان تضيف الصورة اللي على مزاجك. مهم جدا ان القناة تكون قانونية ومناسبة لارشادات الواتساب اللي دايما بيحافظ عليها، يعني ما تنزلش افلام ومسلسلات والجو ده عشان قناتك هتتحذف بالكامل. ولو انت مستخدم للواتساب وخايف على رقمك ان اصحاب القنوات يشوفوه، فما تخافش لان محدش يقدر يوصل للرقم بتاعك. بالتالي تقدر تتابعني على قناتي في الواتساب اللي هتلاقي اللينك تحت صورتي في البروفايل او في الهايلايتس على الانستجرام، واللي بالمناسبة اللينك ده موجود فيه كل التطبيقات اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، عشان الناس اللي دايما بتسألني في التعليقات فين لينك التطبيق.